ازاي ترجع كرامتك تاني بعد ما اهتميت بشخص فترة وفضلت تجري وراه وهو مش معبرك ولا شايفك اصلا، وشكلك بقى وحش قدامه، وعايز ترجع كرامتك وتلغي كل الاهتمام اللي انت عملته ده. ساعتها هتعمل خدعة نفسية واحدة، هي قاعدة لازم تحفظها في حياتك. لو عايز تلغي اي حاجة انت عملتها، لازم تعمل قصادها حاجة تانية تكون نقيضها أو عكسها، عشان العقل الباطن للشخص ده هيترجم آخر تصرف انت عملته إن هو الحقيقة، وهيترسخ في عقله الباطن وهيلغي التصرف القديم خالص. يعني مثلا لو لقيت حد جاي بيقولك إن هو بيحبك وبعدها تاني يوم لقيته بيتجوز، هنا التصرف اللي هو عمله لغى الكلام اللي هو قاله. طيب لو حد اهتم بيك فترة كبيرة وبعد كده اختفى مرة واحدة من غير سبب، برضو هترجم التصرف الأخير بتاعه إن هو في الآخر اختفى، يعني اهتمامه ما كانش حقيقي، كان فترة وخلاص. فانت دلوقتي مثلا اهتميت بشخص فترة وعمال كل يوم تسأله كلت ولا لأ، شربت ولا لأ، طب طمني عليك، نمت كويس، عملت ايه في الشغل، احكي لي يومك، وعمال كل يوم كل يوم تهتم بيه. لو جيت مرة واحدة اختفيت عنه تماما بعد فترة اهتمام وما وريتهوش نفسك تاني خالص، الشخص ده هيعرف ان اهتمامك بيه ما كانش معناه اي حاجة وكان خارج منك بدون اي مسؤولية، فهيعتبر كل الاهتمامات القديمة دي ما حصلتش. ويا ريت بعد كده قبل ما تدي حد اهتمام تكون عارف الشخص ده يستاهل ولا لأ، وصح في حياتك ولا لأ، وتسأل نفسك الشخص ده مين في حياتي. لو ملهوش مسمى ومفيش حاجة بينكم يبقى ابعد عن حياته على طول. وما ينفعش تكون في علاقة ملهاش هدف. ايه الهدف ان انا بهتم بالشخص ده وكمان مش بيديني مقابل؟ فما ينفعش تفضل تخلص في طاقتك وكرامتك وكمان تهتم بشخص بدون مقابل وكمان مفيش حاجة بينكم.